حنا كي يجي واحد يتزوج يروح يوجد الدار طوموبيل، وكي يقرب يروح يكري لاصال، يهضر مع الخضار، يهضر مع اللي يبيع اللحم، يهضر مع الطبابله، يهضر مع مول الديجي، يهضر مع مول الليموزين. بصح الاستعداد الفقهي ولاش كاين قلال وين يتصل تقول شيخ راني مقبل على الزواج، كش ما نصائح، كش ما حوايج ما نعرفهمش بزاف. كما السوق اتفق العلماء انه لا يدخل للسوق واحد يبيع ويشري حتى يتفقه في كتاب البيوع. كتاب البيوع لازم تدير فقيه صاحبك. كاين ناس يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، تلقاه مرفوع الرأس في كل معاملاته، على باله باللي راه مدي كلش من عند الرسمي، وكاين اللي والله ما يسقسي خلاص، وعلى باله باللي دايرها كحلة، لا صال الماكلة تكفي ما تكفيش، نعرض فلان يعطيك الصحة حاجة باهية، ما يعطيكش الصحة في الطبابلة والديجي باش ما يفابريكوناش كاش فيديو ولا السفهاء الظلمة الفساق. إذا قلت حاجة مليحة أنك تبريباري العرس تاعك، ولكن أنت قبل ما هذا الزوج ترتبطوا ببعضكم لازم تكون هناك تفقه في الدين، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، العقد الشرعي يديروا الإمام، على الأقل تضمن بلي العقد صحيح. زملائنا الأئمة قائمين بهذا الواجب. تعرف أحكام الطلاق قبل الدخول، بعد الدخول، الفرق بين الطلاق والفسق، الفرق بين الطلاق والخلع، الطلاق السني، الطلاق البدعي، الطلاق المعلق، الطلاق المنجز. إذن كاين تفاصيل ما تعرفهاش، وراك رايح وراك صادم براسك، لازم تتفقه باش تعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق، لأن الزواج شريعة وسنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. في الإسلام قد يكون حلا لمشكلة، قد يكون تصحيح لوضعية، قد يكون فتح مبين، خاصة المرأة إذا كانت ضعيفة ووقعت مع متوحش، فالطلاق أو الخلع حل للأزمات وهو من محاسن الإسلام، لكن لابد أن نتفقه فيه حتى لا نخطئ، لأن من مفاسد الطلاق أنه هدم. إذا كان الزواج بناء فالطلاق هدم، احنا نقولوا بنى بامرأته كما جاء في الحديث، فإذا طلق امرأة فقد هدم البناء الأسرة. ثانيا الطلاق فيه ضرر نفسي خاصة على المرأة. كاين نساء طيبات وما شاء الله وربت بيوت ومتخلقات ومتدينات وما خصهم والو، يطلقوا ونظرة المجتمع للمطلقة نظرة ظالمة، صافي دير طلقت راها مش مليحة والله مش باهية والله مش قايمة برجلها، ممكن هو الظالم. وليس معنى أنه إنسان طلق زوجته أنه شيطان ولا كذا، ربما الله عز وجل كما قال اسمع في سورة النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قادر هذه يطلق الزوج بواحد يناسبها وهذه يتزوج بواحدة اللي تساعده. والله حصل ناس راجل ومرأة كانوا متزوجين ما عندهمش الأولاد، كي طلقوا هذا تزوج بواحدة جاب الأولاد، هذه تزوج بواحد جابوا الأولاد. رحمة من الله. أسباب الطلاق قبل الزواج: أول شيء عدم الاختيار أصلا بين الزوجين. ايش معنى هذا؟ كاين وين الطفلة خاصة بكري، دركا شوية خاصة بكري يزوجوها بالسيف، إكراه الفتاة على الزواج. ثانيا سوء الاختيار. سوء الاختيار أنه ما يعرفش يخير وهي ما تعرفش تخير، وربما هي خلعها بسواردو ولا بطوموبيل ولا بدار، والله هي شافها جميلة ولابسة وكذا فخدع واغتر بشكل وترك الباطن. من أسباب الطلاق المعاصي ليلة العرس. مبيت الناس قاعدين ومقلبين الدنيا، قدر واحد مستجاب الدعاء عجوزة عمرها 90 سنة عمرها ما دارت كبيرة من الكبائر، يقول الله لا يتربحوا، كان هنا وراح واش تذكر هذا الشيء. كي نحضروا هنا الشيخ وخلي الناس تزهى وتروح شنو هذا. الناس صح يستعرفوا ما مدير يقول لك والله صح والله واحد يغلبوه نساء، واحد يغلبوه خوه، واحد صاحبه يجي يدخل فيه، بصح كاين اللي وجهه صحيح وقبيح وما يحشمش يحل في فمه. الشيخ علاه تقول على الناس اللي هدروا هكذا وعلاه تقول ما فيهاش بركه، يعني البركه مدها له نتاعي لكن تبيعوا فيها في السوق. المعاصي قد ربي يعاقب الانسان من بعد ويتسبب في فشل الحياه الزوجيه. سبب اخر ذكروه الفقهاء، بصح الفقهاء باللي كراك اسمها الكفاءه في النكاح. هل هذا الرجل موافق لذي المراه ولا الفواش؟ الإمام ابن حزم لم يعتبر بالكفاءة إلا في العفاف، قال لك المهم يكونش زاني وما تكونش زانية يتزوجوا. الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة قالوا نعتبر بالكفاءة، وصلها الشافعي إلى 6 أسباب. هضروا عن النسب، على المال، على العلم، على كذا، الديانة. المالكية وش قالوا لابد أن تكون هنالك كفاءة، يعني ليكيفالونس تساوي في الديانة. مصلي يدي مصلية، فهم؟ إنسان يخاف ربي يدي خاف ربي، خلونا من البريكول هذا، فهمت ولا لا؟
هاك شوف انا نقولوا على الصلاه باللي احنا يجي واحد يقول لك شيخ خطبني واحد ما يصليش ما تزوجيش. الشيخ لا نحبه ما تزوجيش. تزوجي عمي بحرك المال لا تسقسي فيا انا نعطيك الجواب. هاو معول يصلي ان شاء الله خير غيكب على روحه بدون تعمى ويبدا يصلي ويبدا توكل على الله. والله صلى وصام لامر كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صام. هذا جاي نقطه واحده اخرى يعني كثرنا من اللي جاي حتى نجيبوا العصر هنا. إذا قلت باللي من أسباب عدم الكفاءة لازم يكون هناك تكافؤ، لأنه أحيانا يكون المستوى الثقافي والمستوى الديني والمستوى المالي. قادر تكون مثلا كاين نساء تزوجوا عن ناس أغنياء حقروها ويعايروا فيها حرام عليهم، وكان العكس مرة عندها الصور دياسر وأنا مديت لك وجبت لك من دارنا وخدمت لك الدار وشريت لك طوموبيل وتقعد تمرمد فيه الصباح من الساعة.